السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمسي على كل اخواتي الاهلاوية اللي منوريني دايما، ومعانا النهاردة ضحك كتير. حلقة النهاردة كلها عن صفقة القرن، عن صفقة الضحك، عن الهروب يا نهار ابيض يا جدعان. سيف فاروق جعفر واللي كانوا بيتغنوا بابناء نادي الزمالك وابنه اوعى تمشي يا سيف وي وي وي، يا نهار ابيض، ده ابوه مش عارف عنه حاجة. يعني ده كابتن فاروق جعفر طلع يقول لك انا ما اعرفش عنه حاجه اصلا. انا ما بكلموش صحيح، بس لو فعلا راح بيراميدز انا هضربه، انا هقرصه من ودنه. يا نهار ابيض يا جدعان على الضحك. تعالوا نشوف التصريحات والضحك الكوميدي يا جدعان. اول تصريح من رئيس نادي الزمالك بيقول لك ربنا يوفقك يا سيف، ولكن اعد لنا العقود التي سرقتها. يا نهار ابيض يا جدعان، يا اكبر مؤلف قانون، ازاي يتسرق منك عقود من لعيب عنده 23 سنه؟ يا نهار ابيض يا جدعان، يا خبر ابيض على الضحك ده قد احفادك. مش عيب كده يا جدعان الضحك اللي بيحصل ده؟ ودي كابتن ميدو العالمي اللي عمال ينطط الكرة ويقول لك طلع البدر علينا. مش عارف هو كان يقصد بدر بنون ولا مفكر الكلام ده هتافات لبدر بنون. انا مش فاهم تقصد ايه يا كابتن ميدو الصراحه. بيقول لك ايه؟ انا مش زعلان من سيف جعفر، انا زعلان عليه. يا سلام، يا سلام، تحس ان هو واخد دوري ابطال افريقيا ومشارك في دوري ابطال اوروبا واليوروبا ليج وكاس العالم للانديه والدنيا خربانه. على راي كابتن اسامه نبيه، والله ده انت المركز الرابع مقوي قلبك. زعلان عليه ليه يا كابتن؟ زعلان عليه ليه يا كابتن؟ ايه تاريخه اللي عمله جوه النادي وايه تاريخه اللي هيعمله بره النادي؟ ما ده هو ده. احنا هنضحك على بعض. هو اي شعارات، اي تقليد كلام وخلاص علشان يظهر في فيديوهات بعد كده يظنها حركه جيده بقى، عشان بعد كده بقى يجي في ايه، في فيديوهات لعيبه ندمت انها مشت من الزمالك لما الزمالك ياخد افريقيا والدوري والكاس وهوب وهوب وهوب. فيجيبوا بقى الجمله بتاعت كابتن ميدو بقى على شويه ريميكس من اغاني حزينه. وانا مش زعلان عليه وزعلان على، انا مش زعلان من سيف، انا زعلان عليه. وجيبوا بقى الزمالك وهو بيرفع كاس افريقيا وبيرفع كاس العالم وبيرفع اثقال. فكك من الضحك ده بقى كابتن ميدو. سيادة المستشار بيقول لك ايه؟ لدي عتاب على سالم الشمسي. استاذ سالم، وليس لدى عمرو وهاني الاهلاويه بناديك سوى لعيب الزمالك. الان دائما نتحدث عن العلاقه المحترمه بيننا. عبد الله السعيد حين طلبت منك قلت لي ان عبد الله من اصول النادي. هذه هي الاصول يا سالم، يا اخ سالم. او انت رجل محترم وتفهم في الاصول، فكن شاكر جدا لو 2 مليون دولار كده بالحب. انت ايه؟ هو تركي الشيخ مش مفهمك الدنيا؟ مش مفهمك ان في زكا كده بيطلع للزمالك مليون ولا 2 مليون دولار عشان الدنيا بايظه والبنوك حاجزه ومفيش شركه مش شغاله بتاعت البرتغال يا مولانا، العيال عماله تخلع. مسيف فاروق جعفر ويوسف اسامه نبيه دول كانوا هينفعوني في الشركه بتاعت البرتغال، اوديهم ميتلاند ولا اوديهم ايسلاند ولا اوديهم اي حاجه، ان شاء الله دريملاند حتى، واستنفع. فمفيش، الدنيا مش شغاله يا اخ سالم، فمشي معايا الدنيا. وتركي الشيخ مش مفهمك الدنيا ولا ايه؟ فطبعا الهتاف الجاي لجمهور البيراميدز لو في يعني يبقى سيف عقده صح. خلاص كده يبقى في انسحابين قدامنا: انسحاب من ماتش الاهلي علشان كهربا لو لعب، وانسحاب من ماتش بيراميدز عشان سيف جعفر لو لعب. خلاص الانسحابات كترت، في انسحابات جايه الموسم الجاي، كله انسحابات، كله انسحابات يا جدعان. ودي هنا طبعا رئيس نادي الزمالك بيقول لك ايه؟ سيف جعفر ليس افضل من طارق حامد او محمد ابو جبل ليرحل عن الزمالك. طارق وابو جبل كان في منتخب مصر وسيف لم ينضم للمنتخب. وطبعا نبدا نقلل بقى من سيف فاروق جعفر، وده مالوش فيها، وده انا اصلا جبته من كفر الدوار مع الاحترام ليهم. مش عارف، والهري اللي بيحصل ده كله. الضحك بقى كله هنا يا جدعان. بيقول لك ايه رئيس نادي الزمالك؟ سيف جعفر وهو ماشي في جلسة التوقيع اخد العقد معاه وقال للاداري هاخدهم اوريهم لوالدتي. تقريبا هو بيمضي العقد، الست الوالده كلمته وانا عامله مكرونه بالبشاميل لسه طالعه من الفرن سخنه وشويه بطاطس محمره، هات له. قال لها يا ماما انا بمضي العقود دلوقتي. قالت له حلو، امضي العقد وهاته عشان نحط عليه البطاطس المحمره. يا ضحك،
يا ضحك يا جدعان، نكمل بس الضحك. المهم اللاعب بصم ومضى، سألت الإداري فين العقود، قال لي سيف أخدهم لوالدته وتحدثنا معه لكي يعيد العقود. قال له أنا جاي في الطريق وما جاش، وتفاجأت إنه يريد أن يأخذ 12 مليون جنيه تقريبا. هو بياكل البطاطس كده على العقد، ما عجبوش، شاف الرقم كام، دول 5 مليون، لا مش تمامي دول، قدرني يا عم. وخلع، وامه قالت له فكك بقى، قطع العقود دي وحط عليها البطاطس الزيتت، خلاص ما تنفعش، قطعها ويلا بينا على بيراميدز بقى، يلا بينا بقى عند الاستاذ سالم، يلا بينا على شوال الرز. حلو الكلام ده، فكك بقى من القصه اللي انت كنت فيها والايام الحزينه اللي انت كنت فيها في نادي الزمالك. هي دي الانتماءات؟ مش ده يا كابتن فاروق جعفر اللي طلعت وقلت لا ابني عمره ما يمشي؟ اتاري الكابتن فاروق اصلا ما يعرفش حاجه عنه. بيقول لك انا ما اعرفش، احنا متخاصمين تقريبا عشان ما خلوش ياكل معاهم بطاطس محمره ومكرونه بشاميل فمتخاصمين. فقال لك انا ما اعرفش حاجه، بس لو راح الزمالك لا، ده انا هعمل بلاوي، ده انا هعمل فرح. في فلوس جايه، في فلوس جايه. مساء الفل بقى، مساء الورد، ضربه جزاء ولا طرد، وكل سنه وانتم طيبين. بيقول لك تاني رئيس نادي الزمالك كنا نظن انك محترم وابن من ابناء النادي، واذكر والدته حين كانوا يريدون ان يخرج اعاره لنادي درجه تانية، وقلت لا، نادي درجه تانية ايه اللي يروحوا سيف ابن النادي ونحن خلفه وسيكون له مستقبلا في بيراميدز. بيقول لك بقى طبعا لازم الختمه بقى دي، ما ينفعش يختم بقى، ده لازم سياده رئيس نادي الزمالك يختم بقى الختام الجميل بتاعنا ده. بيقول لك ايه، رساله لسيف، روح العب في الاهلي او بيراميدز او في مناخيرك او في صوابع رجلك، وخليك ماشي ورا امك. اخصى عليك يا سيف، كنا بنحسبك محترم، انت وامك ما تدخلوش النادي تاني، خلاص ملكوش عضويه في النادي، انا هفسيك يا كابتن. ده واحنا مش قلنا هو لسه الريحه دي موجوده؟ مش قلنا نرش بقى؟ يعني هتموتونا بالضحكه وهتموتونا من الريحه كمان، مش هينفع يا جدعان. وبيختمها كابتن ميدو طبعا العالمي اللي بيقول لك ما بياخدش قلمين ورا بعض، ده انتوا وقعتوا في حلبة مصارعه والدنيا هتنزل تلطيش فيك، وده في سطلانه وفي كهرباء وفي سيف وفي يوسف، يعني انتوا ما في انسحابات وفي تلطيش جاي السنه الجايه. بيقول لك سيف جعفر طلب حضور والدته قبل توقيع العقود مع الزمالك وهو موقف مريب منه. اهو ما جاتش اهي. هي كان يظن انها حركه جيده، كان فاكره هيعمل زي كابتن حسين الشحات والقصه اللي حصلت دي، بس للاسف ردت في صدرك قتلتك. بس كده، دي كانت نهايه حلقتنا النهارده. يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك عشان يوصل له كل جديد. سلام.